معايا الأحداث بلا ما تفكروا بزاف، وإلا بزاف ديال الأسئلة غادي تطرحوها ليا ما عندها جواب. قبل ما نعرفكم براسي وقبل ما نجي نطق بأي حرف، أنا كنحس بواحد الحماس غير اعتيادي باش أنني نروي لكم القصة ديالي ونهضر لكم على العالم الآخر، العالم الغريب على العالم ديالنا، كاين في الواقع ولكن ما كنحسوش به. أنا إلهام، وفي العمر ديالي 24 سنة، بنت مختلفة بكل المقاييس، وانتوما غاديين تكتشفوا هاد الشي من خلال هاد الأحداث. أنا من نهار بديت كنوعى على الدنيا وأنا سابقة العمر ديالي، وأنا طفلة كنشوف البنات صحاباتي كيلعبوا بالمونيكات وكيزوجوهم، وكنشوف الدراري مخاطرين على شكون اللي غادي يربح في الكرة. أنا ما كنتش كنحس في المتعة في داك الشي اللي كيديروه، كنت كنحس بواحد الطاقة هائلة بالداخل ديالي وبالداخل ديال صدري. ديما كنت مندافعة باش نعرف كل شي منين جا، وشكون خلقنا، وشكون من غيرنا في هاد الكون، وعلاش حنايا هنا، وغيرها من الأسئلة اللي ما كنظنش باللي أن أي طفلة تقدر تستوعبهم أو تفكر فيهم في ذاك الوقت. مازال كنعقل في الحصة ديال التربية الإسلامية، كان عندنا واحد الأستاذ غريب الأطوال، كان كيبان ليا بحال شي مختل كيبغي ينصح شي واحد وكينصحو بالغوات. واخا هكداك كانت كتعجبني هذيك الحصة، كانت كتجيني مختلفة عن الحصص الاخرين، كانت كتجيني باللي كتقيس الواقع وكتجاوب على كل الأسئلة اللي كتكون في بالي. كبرت وشديت الباك ودرت تخصص العلوم الشرعية، عرفت أكثر على العالم ديالنا من الناحية الدينية، وعجبني داكشي اللي كنت كنقرأ. كنت كنمشي للدار وكنت كندير بحوث وكنسول الناس، وكنت مهتمة بزاف بواحد القضية اللي كانوا كيخوفونا بها ملي كنا صغار، ألا وهي عالم الجن. علاش الجنون كيخلعونا؟ واش حيت احنا ما كنشوفوهمش، او لا حيت الانسان بالطبيعه ديالو كيخاف من شي حاجه مجهوله؟ بلا شك كل واحد فيكم عنده نفس هاد التساؤل، او كان عندها شي نهار. الفرق بيني وبينكم انني ما كنفوتش السؤال وكنقلب على الجواب، وهاد الشي اللي دمر لي حياتي. غادي نهضر لكم شويه على راسي. أنا بنت زاديت في وسط عائلة مثقفة، بابا مدير الثانوية وماما محامية، وعندي خويا صغير مني واختي كبر مني. أنا المتوسطة. أنا كنبان بنت زوينة بزاف وجدية بزاف في نفس الوقت، خصوصا وأنني ما عنديش بزاف ديال الصحابات من غير صاحبتي فاطمة الزهرة اللي كتسكن معايا في نفس الدار اللي كارين في لافاك. كنت بنت زوينة وبيضة لواحد الدرجة كبيرة، وشعري كحل وعينيا لوزيين، والكل كيوقرني. يمكن كنت كنبان ليهم انا معقده او ماشي من النوع ديال البنات اللي عندهم مع القصص ديال الحب والغرام. عمرني بغيت شي واحد او اللي عجبني، ما كانش كيعجبني في الرجل الشكل ديالو او لا فلوسه. كانت عندي نظره اخرى للحياه، بغيت الراجل اللي يكون عنده الراس عامر ويكون عنده العلم ويكون مثقف، نقدر نستافد منه، وما كنتش ملهوف على الزواج بحال اغلب البنات العائله او البنات اللي كيقراو معايا. كانوا عندي طموحات اخرين. الا واحد الليله من ليالي شهر 12، اي الايام الاخيره قبل ما نستلموا العام الجديد. كانت شتا خيط من السما وكنت في بيتي. يلا صوت لراسي الحليب والشكلاط، كان كيعجبني بزاف، وانا وصاحبتي ما كناش كنعسو في نفس البيت. كانت عند كل وحده منا خصوصيات ديالها. واخا كان البرد دخلت للدوش وبقيت كندوش. شحال كيعجبني انني نلعب بالماء في الدار، لكن ماما ما كانتش كتخليني ندوش بالليل. كانت كتقول لي باللي ما مزيانش البنت تدوش في الليل، وماما واخا انسانه مثقفه كتامن بدوك الحوايج. انا هذيك الفكره ما كانتش داخله ليا لراسي، كنبغي نجرب عاد نحكم.
خرجت من الدوش ولبست حوايجي وخليت شعري مطلوق. هزيت البيسي ديالي وبغيت ندير شي بحث. جاني الفضول انني ندخل لجوجل وبقيت كنفكر. كتبت عالم الجن، لقيت معلومات علمية واول مرة كنقراهم. لقيت باللي الشيطان مصنوع من النار، والنار كلها اهتزازات، وهاد الاهتزازات كتقيس بالخصوص الناس اللي ما كيذكروش الله. بقيت كنقلب وجاني الفضول انني نكتب تحضير الجن. بغيت نعرف الطريقة باش نهضر معاهم ونشوفهم، ولقيت مواضيع بزاف، وواحد منهم عجبني كيعطي الطريقة بالتفصيل. انا ما غاديش نقدر نقول لكم، وما بغيت حتى شي حد يطيح في داك الشيء اللي طحت فيه او يتضرر بسببي، بركة غير داك الشيء اللي وقع ليا. في الموضوع كان مكتوب باللي واحد الا كان كيخاف كيكون حافز للجن باش يسكنوا، وكيقول الموضوع باللي الجان كيهتموا بالناس اللي كيقراو عليهم. وانا فاش قريت هاد المعلومة خفت بزاف، حيت قلت مع راسي من المحتمل جدا انه من الممكن انه يكون شي واحد منهم حدايا دابا وانا ما حاساش، ويمكن يكون شي واحد كيشوف فيك دابا وانت كتسمع معايا القصة ديالي. انا ما قصدتش انني نخوفك، ولكن هذه الحقيقة. التجربة ديال تحضير الجن اللي درتها، ويا ريتني ما درتهاش وما قريتش الموضوع اصلا. ومن اللي قريت عرفت باللي كدار بعد منتصف الليل، اي 12 ديال الليل الفوق. كتحتاج ادوات وتقنيات، وكنت متردة بزاف وقبل ما ندير هاد الخطوة، ولكن انا انسانة مندافعة وفضولية بزاف، ما قدرتش نستنى حتى الغدا وقلت غادي نجرب اليوم. كنت خايفة شوية ولكن زعمت، وجدت الادوات ديال التجربة وبديت. درت داكشي اللي مكتوب في الموضوع، وكنت كنستنى اي حركة منهم، لكن للأسف ما كانت حتى شي حركة. قلت مع راسي هادشي ما منوش وغادي نمشي الناس حسن ليا. دخلت لفراشي وطفيت الضوء وداني الناس. سمعت شي حاجة طاحت، نطت مخلوعة ولقيت الكاس ديال الحليب اللي فوق الكوافوز طاح وتهرس. قلت مع راسي يمكن تحركت وطيحته. جمعت الوقفة وهزيت الشقوفة ديال الكاس وديتهم للكوزينة ورجعت لفراشي. طفيت الضوء وما دانيش الناس. كنحس بشي حاجة غريبة، بحال اللي شي حد كيشوفني. بقيت حالة عينيا وكنشوف الباب، كنشوف شوية بانت ليا شي حاجة بيضة بحال شي خيال دايز من الحيط. انا قلبي وقف ديك الساعة والاحساس خايب بزاف. بقيت كنحقق في داك الخيال وبان ليا بحال شي جلابة بيضاء، لكن ما كانتش واضحة بزاف والوجه ما كانش باين، وغادي مع الحيط. ما عرفت ما ندير، ما قدرت لا نوض عند فاطمة الزهرة وما قدرتش نغوت، ما قدرت ندير حتى شي حاجة. بحال فاش كتحلم شي حلمة خايبة في الليل وكتحسي براسك من الخلعة ما قدراش تتحركي. خشيت راسي تحت الفراش وزيرت على عينيا وكنت كنقرا القرآن حتى نعست. من هذيك الليلة وانا مرعوبة، حاولت ننسى وما قدرتش. وخدينا العطلة ديال الدورة الاولى، مشيت لدارنا ونسيت داكشي اللي وقع معايا. واحد النهار كنا مجموعين في الجردة ديال الدار العائلة كلها، وكنت جالسة مع البنات ديال عمامي كانوا كيتعاودوا بيناتهم القصص على صحابهم. انا داكشي ما كانش كيهمني وعيت من الجلوس وبغيت نتمشى وبقيت غادية، وكان الوقت ديال الغروب. الله شحال زوين هداك الوقت، كان كيفكرني بشحال من حاجة زوينة. المنظر زوين، الا في لحظة سمعت شي صوت من ورايا. قلت مع راسي ما يكونوا غير البنات. درت لكن ما كان حتى شي حد. رجعت ودرت وتفكرت هذيك الليلة قلبي بدا كيضرب 300 في الدقيقة، وحسيت براسي بحال إلا غادي ندخل في غيبوبة. جاتني الدوخة، وليت كنشوف بحال إلا كنت راكبة بشي تران وكيمشي بالزربة وكل شي قدامي كيدور. سمعت الصوت ديال الغوات بحال بزاف ديال الناس كيهضروا، واخا كنت بوحدي حسيت بحال شي حد كيضغط على الصبع الكبير ديال رجلي اليمنية وتخنقت وغبت. فاش حليت عينيا
لقيت راسي في بيتي وكلهم دايرين بيا. ماما المسكينه حدايا وقالت لي حرام عليك إلهام، حرام عليك هادشي اللي كديري في راسك. وهانتي شفتي قلت الماكله اللي ما كتاكليهاش، هانتي شفتي شنو كديري. الحفاظه بالليل وبالنهار، ارتاحي لك شويه بنتي. انا عارفهم كلهم تخلعوا عليا، وانا نقول لهم ما تخافوش، غير دخت شويه وحسيت براسي عيانه، شربوني العصير بالزز واخا ما عنديش الشهيه، ومشاو وخلاوني نرتاح. انا تفكرت داكشي اللي وقع ليا ورجعات شداتني الخلعه. بقيت كندور عينيه في البيت ياك ما نشوف شي حاجه، لكن ما بان ليا والو، كل شي طبيعي. وكملت العصير وشفت الساعه لقيتها 11:20. جاني النعاس وحسيت بواحد العيا، ونط كنجر في رجليا للدوش باش نغسل سناني، وانا كنغسل فيهم كيف العاده. كنشوف راسي في المرايه، شللت فمي وهزيت عينيا في المرايه، وانا نطلق واحد الخوته من هذاك الشيء اللي شفت واحد الوجه اللي كله دود ودم كان كيبتسم ليا. طحت في الارض وبقيت كنغوت. جاو تجمعوا عليا كلهم وداوني لبيتي. قرا ليا بابا القران وانا كنبكي وكنغوت. من داك النهار ما حسيتش بالراحه. نتوما اللي كتسمعوني دابا حضيو راسكم، حضيو راسكم المرايه. كيقولوا باللي الا شفتي فيها بالليل ماشي وجهك هذاك اللي كنتي كتشوف. من هذاك النهار حياتي غادي تتبدل للأسوأ، وكل شي بسبب داكشي اللي درت. وليت بحال شي حمقى وكنسمع شي اصوات كيتعذبوا. كنت كنحلم بيهم وكنشوفهم كيهضروا معايا، وكنت كنشوف الدم فوق الناموسيه. وملي كنت كندوش كان كيبان ليا الروبيني كيطلق الدود، وكنشوف راسي في المرايه كيبان ليا راسي كنضحك واخا انا ما كنتش كنضحك. كنشوف شي حوايج ما كيشوفوهمش الناس. شحال من مره كنكون جالسه مع الناس حتى كتبان ليا شي مرة كتشوف فيا من البعيد. انا تبدلت وضعفيت. من بعد ما كنت كنوزن 58 كيلو نزلت ل 47. ولات تحت عيني كحل وشعري كيطيح ويديا كيترعدوا ديما وغير ساهيه. وملي كنجي نسمع القران كنبدا كنبكي، كنحس عينيا غيخرجوا من بلاصتهم وقلبي مقبوض. زعما دازت عليا مزيان. والديا تخلعوا وقالوا لي يمكن عندي شي مشكل عاطفي، وداوني عند طبيب نفسي معروف في كازا بلا ما نذكر السميه ديالو. عيا ما يخطب عليا ولكن والو، اللي فيا وواحد الليله هي اللي عمرها تنسى ليا. كنت ناعسه في الفراش الا شويه حسيت بشي حاجه طالعه معايا، شي حد كيمس لي رجليا. تبورجت وزرقيت بالخلعه. حسيت بشي يد او لا يدين، كانوا بزاف ديال اليدين كيقيسوني. حاولت نبعدهم لكن ما قدرتش. سمعتهم كيتنفسوا بالجهد بحال اللي كيخرجوا الصهد ويديهم حرشين. ما قدرتش نغوت وبان لي الضو خارج من الباب ديال الطواليت. الضو صفر بحال ديال ديك الشمعة، وشي صوت ديال المراه بحال اللي غادي تولد وجاي من الطواليت. هذاك الصوت ما كنتش كنقدر نتحمله وما عمرني نسيتو. كان قوي بزاف وكيخلع. الصوت ديال شي وحده كتتعذب وبان لي الدم خارج من تحت ديال الباب واليدين غاديين وكيطلعوا. بقيت كنقرا القران ولكن والو. نط كنجري في البيت وكنغوت لكن حتى شي حد ما كان كيسمعني. حليت الباب ديال الطواليت وشفت هذاك المنظر اللي عمرني ننساه. شفت مرا ميته. سيروا الجوجل كتبوا صورة ديال شي حد مدوز 20 يوم في القبر كيفاش كيكون. وجهه منفوخ وخضر وعينيه خارجين والكرش ديالو منفوخة، وكانت هزة في يديها كتاب. انا ما قدرتش نتحمل وغيب الثاني. ما فقت حتى لقيت راسي في السبيطار ودايري ليا السيروم، وحياتي ولات جحيم. ما كنتش كنعس لا بالليل ولا بالنهار. اهملت قرايتي بزاف داك العام وسقطت. ما بقى عندي لا رغبه للقرايه. والدي قرروا انهم يزوجوني لعل وعسى تتحسن النفسيه ديالي، لكن هذا كان اكبر خطا داروه، حيت هذاك السيد اللي غادي نتزوج به عذبته حتى هو معايا. تزوجت زواج تقليدي حيت ما كنت كنخرج ما كنضرش.
غير سد عليا وداخله في العالم ديالي الخاص. خطبني واحد السيد وقالت لي ماما كيعرف خالي وخدام معاه في النيابه. انا فاش قالوها لي بديت كنغوت وكنبكي، رفضت رفض قاطع وقلت لهم لا ما باغياش نتزوج، ولكن اصروا عليا انني نعطي للسيد فرصه غير للتعارف، وإلا ما عجبنيش انا حره في حياتي. انا عارفتهم باللي كيديروا هادشي غير من حيت بقيت فيهم وخافوني نصبح شي نهار ميته في فراشي بالبكا. جا عندنا السيد سميتو سعد وباين عليه رجل بالعقل ديالو، كان زوين وطويل وسميمير وكيهضر مزيان. لبسوني وقادوا ليا وعطاوني الصينيه اللي ندخلها الناس اللي جايين يخطبوا. دخلت عليهم وانا كنت متاكده انني ما غاديش نعجبو وغادي يرفضني من النظره الاولى على الحاله ديالي اللي وليت فيها. واخا انا بنت زوينه ولكن تكرفصت بزاف هذيك الايام وما تسوقتش ليهم بزاف، بحال الا ما غاديش يخطبوني. انا رجعت لبيتي وحمدت الله وشكرته حيت ما تشوهتش مع الضياف وما وقعت لي حتى شي حاجه ماشي طبيعيه. بدلت حوايجي ومشاو الضياف. جات ماما وكتعنق فيا وكتبوسني وكتقول لي مبروك بنتي، العريس عجبتيه وحنا وافقنا على الزواج. انا تعصبت وحسيت بيهم باللي باغين غير يتفكوا مني، وتعجبت في نفس الوقت. هذا اش عجبو فيا وانا حالتي صفرة وكنخلع. انا ما كيهمنيش اصلا حياتي لانها ولات جحيم، وكيصحاب ليه باللي طفرها حيت غادي يتزوج بيا، لكن مازال المسكين ما شاف والو. هذيك السيمانه اللي من بعد الخطبه دازت الصراحه زوينه وما بقيتش كنحلم وما بقيتش كنشوف داك الشيء. اتصل الخطيب ديالي وقال لي باللي باغي يهضر معايا ويتعرف عليا اكثر. انا ما عنديش مع الخروج ولكن قلت ندير لي خاطرو. كنت كنحس بالبرود وكنت كنحس باللي ما عنديش الحق انني نرتبط مع شي حد ونجرحو معايا. لبست وتقديت ودرت شويه ديال الغبره في الوجه ديالي باش نغطيه من ديك الكحوليه اللي تحت العين. كنت كنسميها الغبره حيت ما عنديش مع الماكياج. دار معايا انه يجي يديني بالطوموبيل وداكشي اللي كان. وصل وخرجت وركبت معاه، كل شي كان عادي. صراحة سعد انسان ظريف بزاف وحنين. وصلنا القهوة ودخلنا وجلسنا، طلبنا عصير وبقى كيشوف فيا وكيتسناني انني ناظر معاه. انطقت وقلت ليه نسولك عفاك؟ قال لي تفضلي مرحبا. اش عجبك فيا وعلاش خطبتيني وعلاش قبلتي عليا من النظرة الاولى؟ هنا بقى كيشوف فيا وبقى ساكت بعض الثواني وانطق وقال اولا انا كنعرف العائلة ديالك مزيان وانتوما ناس محافظين ومثقفين. انا كنقلب على البنت الناس اللي كتصونني وتصون داري وندير معاها وليدات وتبغيني ونبغيها. انا جاتني الضحكة المسكين ما عارف والو، بقيت ساكتة وما عارفة ما نقول. ساعتين وهو كيهضر وانا ساهي وما كنتش حاضرة معاه. داز العرس مزيان وما وقعت حتى شي حاجة وكل شي كان فرحان، الا انا كنحس براسي ميتة وقلبي مقبوط عليا. سال العرس ومشاو الناس وداني سعد اللوطيل. جلست وجا عندي وكان فرحان وبقى كيشوف فيا وقال لي انا فرحان بزاف من شحال هادي وانا كنستنى هاد اللحظة. انا شفت فيه وكان مقابل معايا. يلا بغيت نهضر، شفت في الحيط بانت لي نفس المرة اللي شفت هذاك النهار في الطواليط. كانت واقفة وكتشوف سعد وكتقول شي هضرة ما مفهوماش بحال العبرية او الفارسية، وكانت هازة هذاك الكتاب القديم وكانت كتقرا فيه وكتشوف سعد. انا قلبي وقف، جريته لعندي بحال الا بغيت نخبيه وقلت لها لا عفاك ما تقيسيهش، هو ما دار والو، انا اللي عيطت ليكم. بقيت كنغوت وهو ما فاهم والو. الهام مالكي شنو واقع؟ وانا كنغوت بالله اللي خلقني، وهي عاد مازالت كتقرا في داك الشيء بجهد وكتقرب ليه، وانا كنغوت حتى سخفت. حليت عينيا لقيتو حدايا وكيشوف فيا وهو مخلوع عليا. عنقت وبديت كنبكي. قلت لي عافاك خبيني منهم، انا ما كانش عليا نقبل هاد الزواج من الاول، عافاك خبيني منهم. وهو بقى كيهدن فيا وكيقول لي صافي حبيبه انا حداك وما تخافيش، وهذه غير الخلعه ديال الدخله وكل شيء غادي يدوز مزيان. المسكين يسحبت له الخلعه وهذيك المرة مشات وما بقاش ليها الاثار. وسعد مازال كيقرب ليا
وبغى يبوسني. انا ما منعتوش، وكنت في هذيك اللحظه بغيت غير شي حد يكون معايا ويحميني منهم، وخليته. ديك الليله دازت كيف اي وحده تزوج